السلام عليكم. المنشور اللي هضرت فيه على نخالة القاطونة وقلت بأن الأعراض ديال الاكتئاب، القنط، الوسواس، ضيق التنفس، الخوف، دوك الأعراض كلها وأعراض كثيرة بسببها القولون العصبي وأيضا بومزوي. تواصلوا معايا بعض الأصدقاء وكيقولوا بأنهم بهذا اللفظ كيقول لك اودي راه محني كرفصني بزاف هذا القولون العصبي وهذا بومزوي. فخص الإنسان ينتبه لهذا المرض اللي هو الآن يسمى مرض العصر لأنه مرض خطير ومنتشر. هذا المرض ديال بومزوي مرض الله يستر يقدر يوصل الإنسان حتى للانتحار والعياذ بالله. راه كيدير شي أعراض اللي هي خطيرة جدا، كيدير واحد الاكتئاب حاد، كيدير واحد الدرجة ديال العصبية حادة. راه كاين الناس الله يستر اللي كانوا مزوجين وتفارقوا بسبب هذا المرض، كاين الناس اللي كانوا خدامين موظفين مثلا في وظائف اللي هي كبيره وكيتخلصوا خلصه مثلا اللي هي مجهده وسمحوا في هذيك الخلصه وفي هذيك الوظيفه بسبب هذا المرض هذا، لانه واحد المرض اللي كيلعب على النفسيه ديال الانسان. فلهذا بنادم يكون حذر، والا كان عنده دوك الاعراض يحاول يعالجهم. طبعا يدير واحد الحصه ديال الرقيه باش يشوف يعني الحاله ديالو كيفاش دايره، من بعد يدير واحد النظام، واحد البروتوكول علاجي، ويكون ايضا معاه واحد البروتوكول غذائي، واحد النظام غذائي يكون مزيان. فراه كاين بعض الحالات اللي كيجيو عندنا المركز سواء في مكناس ولا لما كنت في ازيلال، راها واحد الحاله اللي هي صعيبه جدا. راه كاين اللي جا عندي كيعاود لي انه ما بقاش قادر يدخل للدار عنده، جالس غير قدام الباب، والله الا كيحلف لي السيد الا كينعس برا ما كيقدرش يدخل للدار. الا دخل للدار كيحس بالغمه، كيحس بحال شي حاجه غادي تنطبق عليه وكينعس برا. ولما دخل عندي للمركز قلت له تسنى شويه غير نسالي الحصه مع السيد وهنا معاك. لما رجعت عنده بواحد 2 دقائق رجعت عنده لقيت السيد واقف طاج ما بغاش يجلس، صافي بحال اللي شافو يقول ربما به سحر ولا مس ولا. فما قدرش، قال لي صافي ما بقيتش قادر نجلس هنا في هذه البلاصه هذه، خصني نخرج. فطبعا هذا السيد هذا صيفطته في حاله لان هذيك الحاله النفسيه ما قدرش نتعامل معاه في ديك الحاله هكاك، ولحقت عليه للدار قلت له انا جاي عندك للدار. وفعلا مشيت عنده للدار حتى العشيه ولقيته خارج برا، جالس برا مع ما قدرش يدخل للدار من الصباح، من 10 ديال الصباح حتى مورا العصر عاد مشيت عنده، عاد ساليت مشيت عنده لقيته جالس برا ما قدرش يدخل. طبعا دخلته للدار، درنا له واحد الحصه ديال الرقيه وتبين بان عنده المشكل ديال بومزوي، كيدير له الخلعه، كيدير له الوسواس، كيدير له ضيق التنفس. يعني بحال كنقولوا بالدارجه الانسان طاج ما حاملش راسه. الحمد لله جا عندنا المركز الحصه الاولى الثانيه الثالثه، بعد من الحصه الاولى الحمد لله دارها. النهار الاخر فاش رجع للحصه الثانيه سولته قلت له فين نعستي؟ قال لك نعس في الدار عاد في بيت النعاس الحمد لله. والماكله كان ما كياكلش والو، ما كاين الماكله حداه ما يقيسهاش كاع. قال لي هذاك النهار كليت 3 المرات، وكيقولها هو فرحان والحمد لله السيد اطمئن وارتاح. طبعا لما سالت 3 الحصص ولا الحمد لله مزيان ورجع لحياته الطبيعيه. فلهذا هذا فقط كتنبيه الانسان اللي كيعاني من هذه الاعراض ما يستهانش بهم وما يهملهمش، خصو يعالجهم، ولكن يحاول يعالجهم بطرق اللي هي مزيانه وواقعيه. الحمد لله الان راه كاين طرق اللي كتعالج هذا المشكل ديال بومزوي. طبعا المشكل كيكون نفسي، عنده اسباب كثيره، تقدر تكون صدمه مثلا توفى شي احد الاقارب مثلا الوالد ولا الوالده ولا الابن، تقدر تكون جاتو شي صدمه مثلا كان غادي ودار حادثه والعياذ بالله. كاين اللي مثلا كيجيه بالستريس ديال الخدمه، الضغوطات اليوميه ديال العمل، كلهم منين كتجيه. طبعا وكيزيد عليها الا كان عنده المشكل حتى ديال المصران القولون العصبي. فهذا الانسان اللي عنده هذه الحاله هذه لا بد خصو يجلس مع نفسه واحد شويه ويشد واحد الطريق ديال العلاج باش يقدر يرجع لحياته الطبيعيه، لان الحياه كلها كتكرفص، الحياه كلها كتولي كتبان سوداء. الا كان مزوج كتكون حياته الزوجيه ماشي هي هذيك، كان خدام كيكون في خدمته ما مرتاحش. المهم الحياه كلها كتكون ماشي هي هذيك، والعياذ بالله. نطلب الله تعالى الشفاء للجميع. وطبعا كما قلت اللي بغى معلومات اكثر ولا استشاره مرحبا بالجميع.